يا مساء كلنا تابعنا ردود الافعال بعد تصريحات كابتن حسام حسن المثيره قبل مباراه نيجيريا وصدامه مع احد الصحفيين المغاربه اللي وجه لي سؤال قد يبدو ما عجبش كابتن حسام حسن، وكابتن حسام حسن قال عليه ان طريقته في السؤال كانت غير محترمه. طبعا كلنا تابعنا ردود الافعال والكل بيتساءل ايه السر وراء عداء الاعلام المغربي والجمهور المغربي لمنتخب مصر خلال الماتشات الاخيره، رغم البدايه الاكثر من رائعه والالتفاف حوالين منتخب مصر ودعم منتخب مصر في بدايه البطوله، خصوصا في مباراتين زيمبابوي وجنوب افريقيا. لكن بعد كده مع تقدم منتخب مصر الادوار المتقدمه في بطوله افريقيا الوضع اختلف تماما. شفنا مشاحنات، شفنا الجمهور المغربي يشجع دايما الفرق المنافسه لمنتخب مصر. البعض ارجع السبب ده لتصرفات كابتن حسام حسن بعد مباراه بنين وفوز منتخب مصر 3-1 في دور 16. شفنا كابتن حسام حسن بيروح لجمهور المغرب وبيشاور على تيشيرت منتخب مصر انه رقم 1 وكده، وان انتوا لا احنا مش عايزين تشجيعكم. الكل وبما فيهم الاعلام المغربي اكد ان كابتن حسام حسن هو السبب.